اول لما بدات احس ان القوام تقل معايا. اخر حاجه عصير الليمون. لو عايزه تستخدمي ملح ليمون تقدري تستخدمي معلقه ممسوحه، معلقه كبيره ممسوحه، لكن انا هنا استخدمت عادي بالطريقه العاديه جدا بتاعتنا المتاح والمتوفر في البيت. استخدمت عندي عصير ليمونه كامله، وبدات ان انا اختبرها كده معاكم. بصوا، طالما احنا حطينا منها كده في الطبق وما رجعتش تاني، يعني ردت في بعضها، في فرق كده ما بينهم، فده هي كده استوت ما شاء الله وبقت زي الفل. تمام. لكن لو انتي عملتي كده بايدك فرق ولقيتي ان المربى رجعت تاني لمت على بعضها، فتعرفي ان المربى لسه ما استوتش. لكن هي بصي ما شاء الله استوت وزي الفل، ما لمتش على بعضها ولا اي حاجه. تمام. كده جاهزة معايا. انا طبعا مجهزة عندي البرطمانات. ما شاء الله ال3 كيلو دول عملوا لي بالظبط 3 كيلو وزيادة. لكن انا حطيت عندي في البرطمان الكبير ده، البرطمان ده اللهم بارك بياخد 2 كيلو. فتحسوا ان هو يعني انا ما عملتش برطمانات كتير قوي، بس انا مبسوطة بالكمية اللي طلعت لان دول 3 كيلو تين. ما شاء الله اللهم بارك. كفايه ان انا عامله حاجه نظيفه في البيت وحاجه مضمونه وعجبت الولاد جدا جدا. ان شاء الله كده تجربوا الوصفة وتعجبكم. ولو حابين تستغنوا عن رشة القرنفل اللي انا حطيتها تقدروا برضو تستغنوا عنها، بس هي بتدي تيست حلو قوي. بس كده خلصتها وسبت البرطمانات طبعا لما تبرد الاول خالص، وبعد كده غطيتها. بصوا القوام ما شاء الله اللهم بارك تحفة. لونها حلو جدا وطعمها حلو ومظبوطة. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واتمنى اكون كنت ضيف خفيفة على قلبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد. ولو حابين اي وصفة تقدروا تسيبولي في الكومنتات، وان شاء الله هنعمل مع بعض احلى وصفات. اسيبكم في حفظ الله وامنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.